السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. أنا سمر من مطبخ وصفات سمر حسين ودي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كل سنة وانتم طيبين. طبعا بدأنا في العشر الأوائل من ذي الحجة، ربنا يا رب يجعلها سنة سعيدة علينا وعلى الأمة الإسلامية، وعيد أضحى مبارك عليكم جميعا. النهاردة هنعمل مع بعض الفطير الشرقي بحشوة البيتزا، وده هنعمله بطريقة سهلة جدا. عندي 4 كوبايات من الدقيق، هنحط عليهم بقى ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من السكر. هننزل بكل المواد الجافة مع بعض، وبعد كده هننزل عليهم بالمية. المية هنا أنا استخدمت 2.5 كوبايات من المية، بس أنا هنا غيرت نوع الدقيق، فالدقيق اللي أنا استخدمته مش بيحب السوائل. فهنا أنا ضفت 2.5 كوبايات على 4 كوبايات، فالعجينة كانت طرية معايا شوية، فاضطريت إن أنا أستخدم دقيق في العجينة. أنا هنا أهو شايفين 2.5 كوبايات من المية. قلبي كل المكونات دي، والعجينة يا جماعة طبعا ما فيهاش خميرة، فلازم إن احنا نخدم العجينة حلو جدا، وكمان نسيبها ترتاح فترة حلوة علشان تديني نتيجة كويسة. طبعًا الفطير ده يعني هي مش مقدار معيّن، تقدري تستخدمي الكمية اللي أنتِ عايزاها، لإن هو ما فيهوش أي حاجة غير مَيّة ودقيق وملح، ما فيهوش يعني أي مكونات ولا حاجات صعبة. هنا أنا استخدمت معلقة كبيرة من الزيت، فلقيت العجينة يعني ما اتلمِّتش معايا بسهولة، فاضطريت إن أنا أضيف لها شوية دقيق علشان العجينة تتلم معايا. العجينة بتاعة الفطير يا جماعة لا هي بتكون طرية، ولا هي بتكون بتلزق في ايدينا، ولا بتكون سميكة ناشفة جدا. يعني بتبقى العجينة قوامها مظبوط، مش بتلزق في ايدينا، وفي نفس الوقت بتكون طرية علشان يطلع معايا الفطير مورق وبيبقى نتيجته حلوة جدا. شايفين هنا انا برضو ضفت لها شوية دقيق، حسيت اللي هي محتاجة. فهنا انا بعجن، شايفين كده العجينة ابتدت تتلم معايا، فتقدري تضيفي معلقة كمان من الزيت. انا هنا بعد ما عجنت شوية سبتها، غطيتها بكيس بلاستيك وسبتها حوالي 10 دقايق، ورجعت اعجنها من تاني. بعد ال10 دقايق شايفين العجينة بقت طرية ازاي. الخطوة دي حلوة جدا، ان هي بتخلي العجينة ملمسها ناعم، وبتبقى طرية، وبتديني نتيجة حلوة جدا في الفرد. كل ما بنريح العجينة كل ما بتدينا نتيجة حلوة في الفرد، وبتسهل عليكي الشغل بالمردنة. قلبي كل العجين كده مع بعض لغاية ما تبقى العجينة شايفين ناعمة بالشكل ده. بسيبها حوالي من ساعة لساعتين ترتاح، كل ما بنريحها أكتر كل ما بتدينا نتيجة أفضل بكتير. ريحي العجينة وسيبيها. طبعا احنا هنغطيها بكيس علشان الكيس يحافظ عليها، بس الأول هقطع العجينة ل4 كور علشان خاطر أسيب يعني ال4 كور دول هيعملوا معايا من الفطير. فده طبعا الحجم بيكون متوسط، بس نصيحة بلاش لما بعد ما نفرد كويس جدا ونيجي نكور العجينة في الفرد، بلاش تخلوا العجينة رفيعة قوي فالفطير ينشف معاكي في الفرن. آه، ابتدي كده اركني العجين سيبيه يرتاح، قلنا هنريحه من ساعة لساعة ونص، وكل ما بتخلي العجينة ترتاح أكتر كل ما بتديكي نتيجة أفضل. هنحطهم كده في صينية مش مدهونة بشوية زيت بسيط، وباسيبها ترتاح. غطّيهم بالكيس. فكرة الكيس مش بيخلّي الوش بتاع العجين ينشف، وبيحافظ على الملمس بتاعه، شايفين بالشكل ده. هابتدي بقى في مرحلة الفرد. عندي بالمفرش السيليكون هارُش عليه شوية من الدقيق علشان يسهّل عليَّ الفرد. ممكن تستخدمي أي مواد دهنية، ولكن أنا بالنسبة لي إن أنا أفرد العجين بالدقيق ده أفضل. بس حاولي إن أنتِ تكون إيديكِ خفيفة جدًا على العجينة في الفرد علشان خاطر ما تلزقش معاكِ في المردنة. طبعًا أنا العجينة كل شوية بابتدي أقلِّب على الجوانب بتاعة الفطير. يعني أنا باجي شايفين هنا أنا باخلّي إيديّا خفيفة جدًا، بس أنا باحاول أنعّم السُمك بتاع العجينة، شايفين بالشكل ده. أنا بالِفّها على المردنة وابتدي أفرد العجينة بس بحركات خفيفة جدًا عشان يعني العجينة ما بلاش تلزقش تقِّلوا معاكم إيديكم على المردنة. حاولي كده يعني تشتغلي بيها من جميع الجوانب. شايفين أنا باحاول أقلِّب كل شوية العجينة، يعني أنا باجي لها من الناحية دي كل ما بالقى الطرف بتاع العجينة سميك، فابتدي أخفّه كده بالمردنة. شايفين أنا بافرُك بإيديّا كده بطريقة خفيفة جدًا، مش باتقِّل إيدي. شايفين كده هي ممكن تلزق معاكِ بالشكل ده، فيبقى هي كده محتاجة شوية دقيق على الوش بتاع العجينة. شايفين أنا باجي من كل ناحية من الجوانب بتاعة الفطير وابتدي أفرد العجينة. الخطوات دي يا جماعة مهمة جدًا علشان تدّيكِ عجينة خفيفة
وفي نفس الوقت ما تتقطعش معاكي، يعني هي هتتقطع خفيف بس ما تبقاش كلها متقطعة معاكي. شايفين العجينة لدرجة يعني المفرش تحتها باين من كتر ما هي خلاص بقت خفيفة جدا، فالمفرش تحتها لونه باين. هبتدي انفض من عليها الدقيق وهبتدي للمواد الدهنية. انت ممكن تستخدمي سمنة، ممكن تستخدمي المقدار سمنة وزيت، وممكن تستخدمي زبدة بس، ممكن تستخدمي خليط من السمنة والزبدة أو زيت مع الزبدة. فانت تقدري تختاري الحاجة اللي انت تريحك، بس أنا هنا استخدمت السمنة. بتخلي الفطير يا جماعة كمان أروع من استخدام الزبدة. أنا بالنسبة لي جربت الزبدة وجربت السمنة، لأ حرفيا السمنة بتنقل طعم الفطير في حتة تاني خالص، وكمان بتحافظ على الطراوة بتاعة العجينة. أنا هنا قسمت بعد ما دهنت العجينة طبقتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكل جزء بدهنه بطبق عليه الجزء اللي مش مدهون وابتدي أدهن الطبقات دي. طبعا أنا بدل ما أعجن كل عجينة لوحدها، لأ الخطوة دي مهمة جدا. أنا بفرد العجينة كلها مرة واحدة، وبعد كده بابتدي أدهن بالشكل ده بين الطبقات، وابتدي ألم العجينة. ده اللي بيفرد معايا العجينة وبيخليها مورقة وكأني أنا عاملاها أكتر من كورة أو مطبقاها أكتر من مرة. تمام، شايفين بالشكل ده. وابتدي أدهن آخر حاجة الوش ده. بعد كده هسيب العجينة بعد ما أكورها كده، هسيب العجينة ترتاح كده حوالي 10 دقايق أو لغاية مثلا ما أخلص كل العجين اللي معايا. بتكون ارتاحت في الصينية كويس جدا علشان أقدر أدخلها الفرن، فلما أجي أفردها تبقى سهلة معايا جدا في الفرن. عندي هنا الصينية دي، أنا طبعا هنا استخدمت الصينية هي مدهونة بس عشان لونها بورسلين فهي مش باينة الدهان بتاع الصينية. أنا غطيتها بالكيس النايلو علشان خاطر الوش بتاع العجينة ما ينشفش. فيا ريت يا جماعة ما ترقيش العجينة كويس، يعني ما تخليش العجينة رقيقة كده علشان خاطر ما تنشفش معاكي في الفرن. أنا هنا رقيتها شوية فبقت خفيفة بس برضو طلعت طرية، ولكن حاولي ما تخففيش العجينة أكتر من كده. أنا فردتها بزيادة شوية. أنا استخدمت بقى الحشوات بتاعة البيتزا. تقدري تستخدمي سوسيز، ممكن تستخدمي لانشون، تستخدمي أي حشوة أنت عايزاها بالفراخ باللحمة. اختاري الحشوة اللي أنت تفضليها، وابتدي بقى كأنك أنت بتعملي بيتزا بس بطريقة الفطير الشرقي. فعليا يا جماعة والله طعمها كان خفيف، نسبة الدهن مش عالية جدا، يعني فيها دهون بس والله فعلا حرفيا ما كانتش تقيلة، ما كانتش الدهون فيها كتير جدا. دي طبعا التانية زي كده برضو أنا عملتها، ونفس خطوات العجين والفرد اللي احنا عملناها هو طريقة الفطير الشرقي. بس مش هنعمل حاجة غير ان احنا هندهن الوش بتاع العجين بالسمن. انا هنا طبعا التانية دي انا عملتها برضو بحشوة البيتزا، ضفنا الجبنة وضفنا كل الحشوات اللي احنا عندنا. وطبعا احنا بنكون مسخنين الفرن حلو جدا. الفطير علشان يطلع معاكي حلو لازم تسخني الفرن قبلها على الأقل بربع ساعة، وبتشغلي الشواية والفرن من تحت، وبيبقى الفطير الرف اللي فوق الفرن على طول. شايفين طبعا احنا لما عملنا الفطير الشرقي بدون الحشوات انا ما ضفتش حاجة غير ان انا دهنت الوش بتاع الفطير بس. شايفين بقى الطراوة بتاعة الفطير والطبقات اللي معمولة، شايفين قد ايه طري ولونه حلو جدا، وشايفين العجينة خفيفة جدا، شايفين كأنها جلاش مش فطير خالص، علشان احنا اشتغلنا عليها حلو جدا وفردناها حلو بطريقة سهلة. يا ريت تتبعوا طريقة الفرد دي، هتطلع معاكم النتيجة رهيبة جدا والأولاد هيحبوها جدا. قطعي بقى ال- الفطير كده وكأنك بتقطعي بيتزا. شايفين الشكل رهيب والطعم كمان خطير جدا وطرية. طبعا هي سخنة أنا مش عارفة أمسكها، فحرفيا كانت طالعة رهيبة جدا. وحلاوة الفطير ده إن هو اللي بحشوة البيتزا يتاكل سخن ما يتاكلش بارد، علشان كمان الجبنة الموجودة فيها. طبعا ده الفطير اللي أنا عملته بحشوة البيتزا. وبعد كده اللي هو كان في الأول ده الفطير الشرقي اللي احنا عملناه بدون أي حشوة، هو نفس الفطير الشرقي أو الفطير المشلتت اللي احنا بنعمله. طبعا لو كنت بقى وصلت معايا لنهاية الفيديو متنسيش لايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وما تنسيش تتفرجي على الفيديوهات القديمة علشان تستفادي من الفيديوهات الاقتصادية الموجودة على القناة. يا ريت يا جماعة تكتبوا لي كومنتات وقولوا لي رأيكم في الوصفات اللي انتوا هتشوفوها على القناة،
وطبعًا كل سنة وأنتم طيبين وعيد أضحى مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعًا يا رب. سلام عليكم.